ملخص الموسم الثاني من انمي فينلاند الحلقه الاولى. وما تنساش تجيب فشارك عشان الحلقه دي هتكون دمار، ويا ريت تقدر تعبنا وتحط لايك وتشترك في القناه وتكمل الفيديو للاخر. ويلا بينا. وبيبدا الجزء الثاني من الانمي بإنار اللي بيكون بيتدرب على المحاربه بالفأس، وبيلاقي ان في حد حارفه بسكينه، فبيبص بيلاقي امه بيقول لها انت عملت كده ليه؟ فبتقول له اسال نفسك، انت راح توقع الشجره على البيت بتاعنا، انت غبي يا ابني. فبيقول لها انه بيتدرب على المحاربه، فامه بتقول له محاربه ايه يا ابني، انت هبل، انت مش مؤهل لكده خالص، روح جهز لنا الاكل يلا. وبيروح يعمل لهم الاكل وهم قاعدين بياكلوا. امه بتساله هو انت ليه فجاه كده قررت انك تتدرب؟ فبيقول لها مفيش حاجه غير ان عايز احمي المكان اللي احنا قاعدين فيه ده، زمان المكان ده كله كان رماد، واحنا الوقت اخيرا قدرنا نطلع من تحت الحطام، وانا مش عاوز ندوق من نفس الكاس دي تاني. فبتقطع اخته وبتقول له الحليب الجاموسي ده بص حاجه عظمه عظمه. امها بتسيب الحوار كله بتقول لها فعلا الراجل ده جامد جدا في الحليب، مفيش اجمد منه. فبيتضايق نارو بيقول لها انا لسه ما خلصتش كلامي، وبتقول له ما تشغلش بالك يا عم بالكلام ده كله. فبيسالها اينارو بيقول لها هو انت مش محبطه ان انت كل مره بتبقي الطرف الخسران؟ يعني ابويا ضحى بنفسه عشان يحمينا. فبتقول له امه ايوه صح، عشان كده انت عايش دلوقتي، وقعدت بناء القريه من اول وجديد. فبيسكت اينار وبيسرح في القريه شويه، وبعدها بيبقى في هجوم على القريه وبيحرقوها وبيقتلوا اي حد بيتعرض لهم، واللي بينجوا بياخدوه عبيد عندهم وبيبيعوه في سوق العبيد. وبيبقى ينار مستخبي في الشجره هو وامه واخته، والام بتقول لهم اهربوا عشان تنجوا بحياتكم. وبتبقى روتا خايفة جدا، لكن الأم بتطمنها وبتقول لها ما تفكريش في حاجة، أنا أخوكي معاكي. وبتجري روتا بسرعة وبتسبقها ومن وراها أخوها وأمها، وبعدها بتتعب فبتروح تستريح على شجرة، فبتسمع صوت أخوها بينادي على أمها، وروتا بتسمعه وبتجري عشان تشوف إيه اللي حصل. وبتلاقي أمها مرمية على الأرض ومضروبة بسهم في ظهرها من الأشخاص اللي كانوا بيطاردوهم، وبتعيط. وأمها بتطمنها وبيسمعوا صوت الناس اللي كانوا بيطاردوهم هناك، وبيقولوا إن إحنا شايفينكم عشان كده إحنا جايين نمسككم. فالأم بتمسك إنر من هدومه وبتقول له اهرب، اهرب بسرعة، خد اختك معاك، انقذ حياتك انت واختك، يلا بسرعة طالما انتوا عايشين يبقى تعرفوا تبدأوا من جديد. وبتموت الام وهي بتقول اهربوا، وبيبقى ينار وريتا مصدومين من موت امهم، بيخليهم ما يسمعوش كلام امهم ويهربوا. وبتيجي العصابه بتقول لهم انتوا ما هربتوش ليه، زعلانين على موت امكم؟ وبياخدوا روتا، وانار بيحاول يدافع عن اخته ولكن بيمنعوه، وبتسحب الدبوس من شعرها وبتغزه بيه فبتقع على الارض. فبيطلع سيفه يقوم قاتلها قدام عيون اخوها. فصاحبه بيقول له انت عملت كده ليه، ده احنا كنا هنبيعها ونجيب بتمنها شراب. فبيقول له يلا مش مهم. فبياخد انار وبيقول له انت تمن الشراب الجديد. وبيجره على الارض وهو شايف امه واخته ميتين قدامه والقريه محروقه. وبعدها بيجي على سفينه وبتبقى في واحده تعبانه، فبيسأله هي عاملة ايه دلوقتي، فبيقول له ان وضعها مش مطمئن. فبيجي هو وصاحبه ويرموها في البحر. فبيتصدم إنار وبيروح لهم بيقول لهم انت ليه عملت كده، ليه رميتها، ما كانش دي حاجة ضرورية. فبيضربه في بطنه ويقول له ما تتدخلش في حاجة ما تخصكش عشان ما نرمكش زيها. وبيروح للباقي ويقول لهم ما حدش فيكم يتعب قبل ما نشوف حد يشتريكوا، احنا صرفنا عليكم كتير. وبيوصلوا لسوق العبيد وبيجيب لهم اكل وبيقول لهم اغسلوا كل شبر فيكم وركزوا على الشعر عشان تبقوا لهم مظهر جميل وعشان حد يشتريكم. وهو لسه بيعرضهم في السوق النار بيحاول الهرب، وبيقول ان انا لما اهرب من هنا كده هبدأ حياة جديدة. وبعد الجري المتواصل ده بيستريح عند النهر وبيلاقي ان هو جعان، فمبقاش عارف هيجيب اكل منين، فبيروح يسرق اكل من بيت وبتخش عليه بنت وهو جوه، فبيضطر ان هو يهرب وبيقول لها انا اسف. وبعدها بيلاقي قائد العصابة بيقول له يا نار انت شكلك لسه ما فهمتش، وبيضربه وبيرجعه للسوق تاني. وبيلم العبيد ويحط نار تحت رجله وبيقول لهم اسمعوا ايها العبيد، اوطانكم بعيدة ومش هتعرفوا توصلوا لها مهما حاولتوا الهرب، ومفيش حد هنا ممكن يساعدكم على الهرب عشان انتوا اجانب وكمان معكوش فلوس، وقبل كل ده انتوا اصلا عبيد. اقنعوا شخص لطيف انه يشتريكم وخدموه عشان تاكلوا اكل مش هتلاقوا زيه لو هربتوا. قبل ما تهربوا فكروا ان حياتك كخادم هتبقى افضل وانك قاعد بتاكل وبتشرب، ولا حياتك كهارب ومتسول وهتموت من الجوع. هل فهمت يا اينار؟ بيجي اليوم اللي بعده بيبقى واقف اينار في سوق العبيد وبيقول كلامه صح، انا مفيش حد هنا هيساعدني ان اهرب، وكمان القرية اتحرقت ومش هعرف ارجع لها تاني. وبيجي راجل كبير في السن ومعاه قائد وبيقول له هو ده الطلب اللي انت طلبته؟ فبيدقق الراجل وبيقول له ده مختلف خالص عن اللي انا قايل لك عليه، قلت لك شعر اشقر وقصير. فبيقول له طب شوف كده ممكن يعجبك لانه هو قوي البنية. والراجل بيرد عليه بيقول له انا مش جاي اشتري عامل، انا جاي احرر واحد قريبي من العبودية، انا عارف ان هو هنا وهو اشقر وقصير واسمه سورفن، انت متأكد انك متعرفش مكانه؟ وبيقول له معرفش، وبيعتذر من إنار وبيمشي. وبيقول إنار لنفسه يعني هو جاي يدور على قريبه عشان ينقذه، يا ريتني كان عندي شخص زي ده. وبينادي عليه راجل تاني وبيقول له وريني أسنانك وإيه شغلانته اللي كان بيشتغلها زمان. فبيقول له أنا كنت مزارع. فبيعجبه وبيقول له إيه رأيك تساعدني في الحقل بتاعي؟ فبيقول له تمام. وبيروح معاه وبيشوف المزرعة بتاعت سيده وبينصدم من شكلها وحجمها المهول، وبيفتكر أمه وأخته
بيقول لنفسه حتى ما بقاش عندي الاختيار بين الحياة والموت. ما عدتش قادر اقول ان لسه ما خسرتش. انا عائلتي اتقتلت وفقدت كل حاجة بما فيهم وطني، وشكل الراجل اللي اشتراني ده رحيم. لازم ابذل كل جهدي وانا بخدمه، مش هجوع طالما انا مطيع. وانا بدأت اقتنع بده. هو بيمشوا يروحوا يقفوا قدام الغابة، والسيد بينادي على سورفين، وبتبقى دي اول مرة اينار يقابل فيها سورفين. ودي بس بتكون نهاية الفيديو. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وده فيديو جامد عجبك وده فيديو تاني عجبك، ويلا سلام.